ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ في الحلقه بتاعتنا النهارده احنا هنتكلم عن مسلسل الكبير قوي في الحلقات من السابعه للحلقه ال20. وكالمعتاد حابب اكد عليكم ان احنا في الحلقات بتاعه مسلسلات رمضان اللي بنناقش فيها الاحداث بتاعتها بنتكلم براحتنا بحريه حرق للاحداث، وبالتالي لو في لسه اي حد بيتابع مسلسل الكبير ولسه ما وصلوش للحلقه ال20 فانصحكم ان انتوا توقفوا الحلقه وترجعوا لها بعد ما تخلصوه. وفي الحلقه السابعه من المسلسل الكبير احنا كنا لسه في السيكونس بتاع الخطف، واللي كله على بعضه اصلا لغايه تقريبا الحلقه الثامنه او لغايه الحلقه التاسعه كان ممتد تقريبا. ما كانش من احسن القصص اللي اتقدمت من وجهة نظري، برغم ان المستوى بتاع المسلسل كان بدأ يرتفع شوية في الحلقات اللي قبل كده، اللي هي الحلقات بتاعة المطار، لان طلع منها شوية كوميديا ظريفة جدا ومسلية جدا. اما بقى قصة الخطف بصراحة ما ضحكتنيش قوي، لان الجزء اللي ضحكني فيها كان الجزء الخاص بنفادي واوتاكا. اما بقى الجانب بتاع الخطف بتاع مربوحة نفسها لما كانت موجودة مع علاء مرسي او اي حاجة تانية بتحصل وهم بيدوروا اصلا على مربوحة، ما كانتش جايبه معايا ضحك. حتى بعد كده في الحلقه الثامنه لما راحوا زاروا احمد السقا برضه ما حسيتش ان اضافته هنا في المسلسل اثرت على الكوميديا بشكل ايجابي، مع العلم ان احمد السقا كان ليه تجارب كتير قبل كده كوميديه وكان ناجح فيها جدا، ان كانت مسرحيه او ان كانت سينمائيه، ولكن للاسف اضافته هنا في الجزء السابع من المسلسل الكبير ما كانتش اضافه جيده بالنسبه لي. ويمكن غير الخط بتاع نفادي واوتاكا بس اللي كان بيضحكني في موضوع الخطف بتاع مربوحه ده، الميم اللي طلع في الاخر بتاع سلاح التلميذ ده برضه كان ظريف. اكتر من كده القصه بالنسبه لي ما كانتش بتطلع اي نوع من انواع الضحك. وتقريبا بقى من الحلقه التاسعة لغاية الحلقة ال12 بننتقل لقصة تانية أو سكتش تاني، وهنا بنتكلم عن بعض مشاكل السوشيال ميديا. بنبتدي من خلال قصة بنشوفها بدايتها تقريبا مع هدرس لما بيبتدي يجر جوني لللايفات بتاعة التيك توك، وبعدها بيبتدي يتعرف على إحدى الشخصيات المشهورة برضو عبر السوشيال ميديا اللي هي شروق كلنا سوا، ومن هنا بيبتدي بقى يتسحل جوه الموضوع ده، وبنبتدي نستعرض في المسلسل تأثير الحاجات دي السلبي على الناس عامل إزاي. والقصة دي ممكن نقول كرسالة أو كمضمون هي كويسة جدا، ولكن كتقديم كوميديا للمشاهد من وجهة نظري على الأقل كانت من أقل القصص اللي المسلسل قدمها هنا. كان فيها استظراف كتير وحاجات كتير قوي رخمة وحاجات كتير قوي ما بتضحكش، ولكن بصراحة كان فيها حاجة واحدة عجبتني جدا، لأننا في أول القصة دي في حاجة كده كانت بدأت تتبني شوية، وأنا بحب دايما لما المسلسل يبني الحاجة هو يستخدمها بعد كده، وهي موضوع الهوت صوص أو شركة الهوت صوص اللي عايز يفتحها الكبير. لأن الموضوع ده اتقدم في بداية الحلقة التاسعة وكنا بنزوره بعد كده في الحلقات التانية اللي في النص واحدة واحدة أو في مشاهد صغيرة جدا، ولكن الكبير بعد كده بدأ يستخدم الموضوع ده لما حب إن هو يعذب الناس الانفلونسرز دول اللي كانوا معزومين في الفرح بتاع جوني. ففكره ان هو قدم لي حاجه زي دي في الحلقه التاسعه ورجع يستخدمها معايا في نهايه الحلقه ال12 شيء عجبني جدا بصراحه، ولكن برضه للاسف ما طلعش منه الكوميديا الكافيه. ده حتى ضيف الشرف بتاع القصه دي برضه ما جابش معايا ضحك كتير قوي، هو بصراحه تقريبا ما جابش ضحك اصلا. وضيف الشرف بتاع الحلقات دي هي ايتن عامر، بصراحه للاسف هي فعلا اضافتها ما زودتش اي حاجه للمسلسل. من اول الحلقه ال13 بقى لغايه الحلقه ال17 المسلسل بيبتدي ياخد قصه تانية خالص، وهي القصه بتاعه العتره. والسنتر بتاع القصه هنا بيكون ان العتره بدا يواجه مشاكل كتيره جدا بسبب حالته المش طبيعيه، فالكبير بيحاول ياخده ويروح تاني لدكتور ربيع علشان يلاقوا حل للموضوع ده. ومن هنا بتبتدي بعض الحاجات الكوميديه اللي بتحصل، زي ان دكتور ربيع بيديهم تركيبه علشان ترجع العتره صغير تاني، ولكن للاسف التركيبه بيبقى ليها اثر معاكس، لانها بدل ما بترجع العتره للعتره الصغير اللي احنا عارفينه بترجعه لواحد عجوز. وهنا مع بدايه الحلقه ال14 تقريبا او مع نهايه الحلقه ال13 بيتضاف لنا يعتبر اهم ضيف في رمضان السنه دي، والكلام ده انا قلته قبل كده في حلقه الصفاره وبقوله هنا تاني، وممكن اقول عليه كمان الضيف الوحيد اللي كانت اضافته هنا موفقه في مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، وهو الفنان محمد محمود. لان الراجل ده ممكن نقول في الحلقه ال14 وال15 من ظهوره كان بيقدم بصراحه كوميديا حلوه جدا، وظهوره كان عامل فرق شويه في المسلسل. ولكن بعد كده بقى في الحلقه ال16 وال17 الموضوع رجع يخيش تاني منه، الكوميديا رجعت تاني في مستوى ضعيف جدا. ولكن القصه دي بالنسبه لي ما يميزها هو دكتور ربيع، لان لو انتوا فاكرين قبل الحلقه ال13 تقريبا دكتور ربيع ما كانش له ظهور كبير قوي في الحلقات بتاعه الموسم السابع، ولكن بدايه من الحلقه ال13 وصولا للحلقه ال17 او يمكن لغايه بعد كده كمان هو ليه وجود كبير. وبعيدا عن اضافه الفنان محمد محمود اللي جابت كوميديا كويسه في اول حلقتين من ظهوره، دكتور ربيع برضه وجوده في الحلقات دي كلها كان جايب كوميديا كويسه. ودكتور ربيع الكوميديا الكويسه اللي كانت جايه من ناحيته كانت موجوده تقريبا في كل الحلقات، لان هو من وجهه نظري من الشخصيات القليله اللي بتجيب ضحك كده كده. وكمان الاضافه بتاعه الدكتور اللي كان طلع احد تلاميذ دكتور ربيع اللي الكبير راح له اساسا بالعتره وهو تقريبا في رحله تانية في مصر او حاجه زي دي، الموضوع ده برضه كان من الحاجات اللي ضحكتني جدا. لكن القصه كلها على بعضها زي ما قلت لكم اضافه محمد محمود زودت شويه في الكوميديا في اول حلقتين منها، ولكن في اخر حلقتين من القصه دي اللي هم 16
وال17 للاسف ما كانتش موفقه. ده غير ان احنا كمان عندنا اصلا في نهايه الحلقه ال16 ضيف جديد بيكمل معانا في الحلقه ال17، وهو حمزه العايلي في دور الدكتور اللي هيديهم اصلا اصل التركيب، واللي للاسف برضو اضافته هنا ما كانتش احسن اضافه، مع انه جه هنا في المسلسل ضيف كذا مره بكذا شخصيه كلهم بلا شك ارحم من الشخصيه دي، وبيطلعوا كوميديا احسن منها 100 مره. وبعدين انا مش فاهم بصراحه غايه مسلسل الكبير ان هو يجيب ممثلين عملوا شخصيات قبل كده جوه المسلسل علشان يعملوا شخصيات تانية جوه نفس العالم. ما الممثلين كتير ومالين الدنيا يعني، ما تنوعوا شويه. بس بعيدا عن الموضوع ده كمان في الحلقه ال17 تقريبا او كانت في نهايه ال16 برضه مش متاكد قوي، كان اتضاف خط زياده ليه علاقه بالعتره وهو بتاع سيد سكوبار. الخط وغالبيه الحاجات اللي بتحصل في الموسم ده من وجهه نظري هي مواقف قبل كده الكبير عملها ولكن معاد استخدامها تاني، وهقول لكم ليه كمان شويه. ولكن سيبنا من النقطه دي دلوقتي، هنتكلم عليها بعد شويه. ولكن خلينا نركز شويه مع الخط اللي اتضاف بتاع سيد سكوبار، لان قصه سيد سكوبار والمجرم اللي بيجري ورا العتره على انه سيد سكوبار والكلام ده كله اصلا على بعضه بصراحه ما جابتش اي نوع من انواع الضحك، وتنفيذها كمان كان سيء جدا، لان اختيار الممثل كان سيء، والسيكونسز اللي اتعملت منها اصلا كانت ضعيفه جدا. كل ده انا بتكلم على القصص من ناحيه المستوى الكوميدي، لان دي اكتر حاجه تهمني في المسلسل. نرجع تاني بقى لفكره ان الكبير عمال يعيد في بعض المواقف اللي استخدمها قبل كده في الحلقات السابقه بتاعته في مواسم تانية. قصه سيد سكوبار دي بذمتكم انتوا ما شفتوهاش قبل كده؟ لما جوني جاله ناس من امريكا وقعدوا يقولوا ان هم ليهم عنده فلوس وبداوا يعملوا عليه حركات وعصابه وبتاع، بعد كده كالعاده الكبير وهديه اتلطوا في الموضوع وحلوا له الموضوع. طب بلاش موضوع الحلقه الاولى خالص بتاعت المسلسل والحلم بتاع الكبير، هي كانت اول مره الكبير يروح لمراته يقول لها ان انا زهقان منك وعايز اتجوز عليكي. ما اتعملتش في الموسم الاول او التاني مع هديه. بلاش دي. القصة اللي احنا داخلين عليها بعد كده من الحلقة ال 18 للحلقة ال 20، اللي هو لما بنبتدي نقطع على طول ونسيب الكبير ونسيب المزاريطة ونسيب الكلام ده كله ونركز على حزلقوم. فكرة بقى نادي الكورة وتحدي الكورة اللي هتتعمل في آخر الحلقات اللي هي اتعملت تقريبا في ال 19 وال 20 دي، ما شفناهاش قبل كده؟ لا شفناها قبل كده، والكبير نزل شارك كمان في الماتش وجاب لهم الجوان في آخر دقيقة وكسبوا والكلام ده كله، بس كانت معمولة أحلى من كده بكتير وكنا بنشوفها لأول مرة. المرة دي الموضوع مكرر وفي نفس المسلسل وبمستوى اقل، عشان كده مش عجباني. ده غير اصلا ان هم لما قطعوا من الاحداث مره واحده كده وقعدوا يركزوا على حزلقوم لوحده، الموضوع ضايق، لان على حكم العاده ان دايما حزلقوم بيدخل مثلا وبيقعد يحكي حكايه وبعد كده بننجرف شويه ورا القصه بتاعت حزلقوم، لكن مش هبقى قاعد فجاه في امان الله الاقيهم فجاه كده في الشركه بتاعت حزلقوم وناسيين المزاريطه خالص، لان تقريبا الحلقه ال 18 بالكامل اللي هي تقريبا نص ساعه على بعضها كده ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بالمزاريط. احنا قاعدين مع حزلقوم في الشركه بتاعته والنادي بتاعه والكلام ده كله. تقريبا بنرجع في الحلقه ال 19 لما بيكون عايز يحكي للكبير على الموضوع لانه راهن على المزاريط. وتلخيصا برضو لرايي في الحلقات دي بتاعت حزلقوم والكوره والكلام ده كله، بصراحه كان فيها لحظات تضحك. ممكن بالذات نقول ان الحلقه 19 هي اللي ضحكتني، والحلقه ال 20 برضو ضحكتني شويه، بس الشويه اللي ضحكوني في الحلقه ال 20 كانوا الشويه اللي في الاول بس وهم بيلعبوا كوره او هم بيتدربوا حاجه زي كده. اكتر من كده الحلقه ال 20 تعتبر من اسخف ما يمكن، وللاسف ضيوفها هم مش ضيوف كوميديا، والمشكله ان هم كانوا بيحاولوا يستظرفوا كتير، فللاسف من وجهه نظري ما قدموش اللي كان المفروض يتقدم اللي هي الكوميديا. فللاسف من وجهه نظري برضو طلعوا حلقه من اسخف ما يمكن. ودلوقتي بقى كده بشكل سريع يعني رايي عن مسلسل الكبير مع وصلنا للحلقه ال 20، ان للاسف موسم الكبير الجزء السابع يعتبر من اضعف المواسم اللي هم قدموها. للاسف زي ما قلت في الحلقه الاولى اللي عملتها عن الكبير، المسلسل مستواه تحت قوي، حتى لما بيطلع للحظات بسيطه جدا، وكمان ما بيطلعش كتير. يعني مثلا مستواه هنا بيطلع شويه صغيرين هنا وبيرجع تاني تحت، لكن انه يوصل للمستوى اللي احنا متعودين عليه من مسلسل الكبير ما حصلش، وده شيء حزين جدا بالنسبه لي بصراحه. لان قبل ما ادخل الموسم الرمضاني ده كان المسلسل الوحيد اللي واثق ان عايز اتفرج عليه وواثق انه هيعجبني كان الكبير الموسم السابع، فلما ادخل اتفرج عليه ويطلع اقل مسلسل شفته السنه دي لغايه دلوقتي، ده بالنسبه لي شيء سيء جدا. واتمنى بعد كده ان هم ما ينجرفوش ورا نجاح موسم معين ويبقوا ياخدوا وقتهم وهم بيعملوا الموسم اللي بعده، ده لو لسه ناويين يكملوا في الكبير تاني اصلا، او يجربوا يشتغلوا بنفس التيم كمخرج وكممثلين وكالكلام ده كله على بعضه ويطلعوا مسلسل تاني خالص. وكده كده كلنا هنشتري، لان احمد الجندي مخرج شاطر جدا في الكوميديا، واحمد مكي ممثل شاطر جدا، بل انه اكتر من ممثل شاطر كمان، واعتقد كلنا عارفين ده. فللاسف انا امالي مخيبه جدا في الكبير. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا عن مسلسل الكبير. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا، وكان معتاد كان معكم مره من مره ريفيوز، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.